احلى فقره بحبها يا جماعه في رمضان بعد الفطار هي فقره الحلويات. بحب الحلويات اكتر من الاكل الحادق. رحت انا واصحابي كنافه وبسبوسه فرع جديد في السيده زينب عشان نحلي، وتعالوا اوريكم جبنا ايه. عاملين بسبوسه كلاسيكي خواجاتي، بتكون بسبوسه لوتس وبسبوسه كندر وبسبوسه بيستاشيو، وكمان عاملين بسبوسه كلاسيكي بشواتي، بتكون بسبوسه بندق او بسبوسه ساده او بسبوسه قشطه. واكتر حاجه بعشقها في كنافه وبسبوسه الكنافه النابلسيه والكنافه بالكريمه، يا لهوي على الحلاوه. حقيقي يا جماعه من احلى الاماكن اللي ممكن تاكلوها منهم في مصر، ودول هتلاقيهم في كلاسيكي بشواتي كنافه. كمان عندهم كلاسيكي خواجاتي كنافه، بتكون كنافه نوتيلا وكنافه لوتس وكنافه كندر وكنافه بيستاشيو. والفور سيزون دي يا جماعه بقى بتكون الاربعه مع بعض خطيره. اخدنا بقى الحلويات وطلعنا بيها على البيت كده ناكلها بمزاج مع كوبايه شاي. مش قادره اقول لكم استمتعنا بيهم ازاي. اكتر حاجات عجبتني كانت البسبوسه بالقشطه والكنافه بالكريمه والمانجا، طبعا الكنافه النابلسيه والكنافه بالكريمه، وكمان الكنافه الكندر كانت خطيره. جربوا المنيو الجديده اللي عاملها كنافه وبسبوسه في رمضان السنه دي، اللي هي كلاسيكي بجواتي والكلاسيكي خواجاتي، وقولوا لي ايه عجبكم اكتر. وعلى فكره كنافه وبسبوسه هو ارخص سعر في مصر. النص كيلو بيبتدي من 60 جنيه.